السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عالم أمري. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وصحة جيدة. وكما العادة قبل ما نبدا هذا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غادي نشارك معكم نهار من جدول الأكل اللي حضرت معكم هنا يوم كامل من الغداء حتى العشاء إن شاء الله. شهوات اللي هما بساط صيفيين ساهلين والأهم أنهم اقتصاديين. اول حاجه غادي نحضر معكم هنايا الغديوه اللي هي كتكون من ساندويشات مع سلطه مع عصير، وجبه اللي هي سهله وصيفيه. كيف كتشاهدوا خديت هنايا طنجره اللي وضعت فيها القليل من الزيت، وقطعت فيها انا واحد البصله اللي متوسطه بهذا الشكل هكذا لي طولي، وخديت صدر ديال الدجاج اللي قطعته حتى هو طريفات صغار. غادا نشحر هاد المكونات مع بعضهم. بالنسبه لهاد الساندويشات كيف قلت لكم راهم ساهلين ما فيهمش كثره القوام، بمكونات اللي بساط. وهكذا ان كيف كتعرفوا دابا الصيف ما كنقدروش على وجبات اللي هما ثقال وسخان، كنحاولوا نديروا هكذا شي حاجه اللي خفيفه وسريعه. كذلك هنايا حكيت واحد جوج دروسه ديال الثومه اللي غادا نضيفهم للصدر ديال اللي غادا نضيفهم للدجاج. ولا كان عندكم الثومه بودره ضيفوها عوض يعني الثومه طريه. ضفت هنايا كيف قلت لكم الثومه، وغادا نضيف القليل من القزبر والمعدنوس. انا راه ديجا راني مقطعاهم، تنقطعهم وكنحتفظ بهم هنايا في هاد التوبينه وكنديرهم في المجمد. تراها كتعاونونا في المطبخ. كيف قلت لكم صافي غندوز هنا باش غادا نضيف بقيه المكونات. وغادا نضيف واحد الفلفله اللي حتى هي قطعتها بشكل طولي، فلفله خضراء. هنا بالنسبه للوليدات ما تاكلوش لهم الفلفله، هنا راه ما غاديش يديوها فيها مع السندويشات، دخلوها ليهم بحال هكا. مهم انا وليداتي راه تيحماقوا عليها خضراء، ولكن فاش تنطيبها ما تيبغيوش ياكلوها، كنحاول هكا ندخلها في شي حاجه اللي ما تبانش ليهم. وغنضيف التوابل. بالنسبه للتوابل عندي الخرقوم عرق، عندي القليل من القزبر يابس مطحون، شويه سكينجبير اللي بزار تحميره والملح. وغادا نضيف واحد المعلقه صغيره ديال المطارد. هادو هما التوابل اللي غادا نضيف. هنايا راني ناقصه البوطه هكذا باش داك الصدر ديال الدجاج يطيب لينا على خاطرو، راه ما ياخذش معنا الوقت بزاف. وكيف قلت لكم ضفت هنا المعلقه صغيره ديال المطارد اللي هي ما يعادل نص معلقه كبيره ديال المطارد. صافي غادا نخلي هاد المكونات حتى يتشحروا. وبالنسبه هنا الا متوفر عندكم الكريمه ديال الطبخ ضيفوا واحد المقدار ديال كاس الا ربع من الكريمه، اولا تعوضوه بالياغورت الطبيعي حتى هو كتجي هاد يعني كيجي هاد الصدر ديال الدجاج ديالنا فيه واحد صوص اللي هي لذيذه. عندي هنا الخبز ديال العيش اللي صراحه شاريه هنا جاهز، هو باش غادا نصايب هاد السندويشات. يمكن لكم نتوما ديروه بلاصتو يعني طاكوس، عفوا الخبز ديال التورتيلا ديال تاكوس. صافي هنايا غنحتاج المطارد عفوا المايونيز هذاك الفرماج ديال الشيدار ديال السندويشات. صراحه هو اللي كيعجبني في السندويشات حتى يذوب داكشي باش كنفضلو هو. وبالنسبه للسلطه اللي هي سهله خديت هنايا لي باط كيف كتشاهدوا، عندي الفيس وعندي الشكل، عندي 3 الاشكال ديال لي باط جمعتهم كاملين. وهنايا خديت واحد جوج ديال الجزرات اللي حتى هما قطعتهم بهذا الشكل ودرتهم تسلقوا مع لي باط مع القليل من الماء. صافي وكنصفيهم وكنعاودهم بالماء بارد صافي، وكنديروا في الثلاجه حتى يبدا يعني يبرد لينا هاد السلطه شويه. وندوز يعني كنخليها على جنب بينما انايا وجلت الحوايج الاخرين. ضفت لها القليل من القزبر والمعدنوس، قليل من الثوم، مطيشه بالقشور ديالها كنزولوا لها الزريعه حتى هي كنقطعها بشكل طولي، وكذلك الخيار. وممكن نضيفوا هنا حتى الخس والمايس ويعني البيض مسلوق، زيتون مقطع. يعني هاد المكونات كاملين يمكن لكم تضيفوهم في هاد السلطه. هذه سلطه ديالنا اللي سهله وبارده يعني ديال هاد الجو. مهم هنايا حضرت لا سلطه. غندوز باش غدا نوجد عصير اللي كذلك هو سهل وبداك الشيء اللي متوفر عندي. الجزر كيف قلت لكم من السبق راني حضراه معكم. كنجيب واحد الكميه اللي هي كبيره وكنقطعها، كنغسلها وكنقطعها وكنسلقها بالماء وكنقسمها هكذا في بلاستيكات بالماء ديالها حتى تبرد، وكنحتفظ به في المجمد. كيجيني سهله كنوجد به عصير اللي متوفر من قليل من البربه والحامض وكذلك الخيار.
غندوز دابا باش نبدا نعمر لي ساندويشات ديالي. هنايا خديت شويه ديال المطارد والهريسه، اللي تيبغي الهريسه بطبيعه الحال، اللي ما تيبغيهاش راه كيستغنى عليها. وكنوضع من ديك الحشوه اللي طيبت، وكنضيف هنا يمكن لكم تضيفوا حتى الفريت. الصراحه هنا اللي ما ضفتش فريت ما بقاش ليا الوقت، درت هاد الساندويشات بلا فريت. نتوما يمكن لكم تضيفوا حتى الفريت وتعمروا به الساندويشات وتخليو من واحد الكميه دوزوا بها. بالنسبه للعصير كيف قلت لكم هو هذا. غادا نطحن العصير، ضفت ليه السكر سنيده والماء بارد من الثلاجه، وعصير كيجي منعش ديال هذا الجو، وبصحه والراحه. وهذه هي الغديوه ديالي اللي حضرت معكم، سهله واقتصاديه وسريعه، ويعني وليداتكم عارفين الوليدات تيحماقوا على هادشي. هادو هما الساندويشات، هنايا بريسيتهم في البانيني. وبالنسبه للعصير هو داك كيجي لذيذ ومنعش وكيف تعرفوا وصحي، مجميع المكونات اللي فيه صحيين. وهذه هي السلطه ديالنا كيف قلت لكم، هنايا ناقص ما الفريت اللي ما درتهاش، ما بقاش لي الوقت هكذا باش نقلي الفريت، انا استغنيت عليها صافي. هنايا من بعد ما تغدينا درت هنا واحد العصير اللي كندير لوليداتي، هاد الكلاص اللي ساهل بولو بهاد العصير ديال منعش. ما صراحه تيجيني اسهل بولو ممكن لك توجديه لوليداتك. صافي كنديرهم هكذا في هاد القوالب ديال بولو، كنديرهم في المجمد حتى كيتكونجلاو. ومن بعد كنخرجهم، كناخذ شوكولات كالا الاسود، كندوبو هكا ونعاود ندير لهم فيه ونفند فيه هاد البولو كيجي رائع من بعد ما يتجمد بطبيعه الحال. والشوكولاته يمكن لكم يعني تضيفوا ليه الكاوكاو مهرمش، هادشي كيجي يعني بولو يا سلام وسهل. هنا بالنسبه للكوتي غادي نحضر واحد الكيكه اللي هي سهله، بيضه وحده وبياغورت صغير. خديت هنا بيضه وحده، واحد الياغورت صغير، قشور تاع الليمون، كاس الا ربع ديال السنيده، وكاس الا ربع ديال الزيت، وجوج الخمارات، والدقيق حسب الخليط. انا ما شاركتهاش معكم حيتاش كيكه لي عاديه ما فيهاش حتى شي اضافه. هنا راني عاجنه البطبوط، كنخلطو هكذا بهذا الشكل وكنخليه حتى كيخمر، وكندوز عاد باش كندلكو. هنا راني درت حدايا السفه كتوجد للعشاء ان شاء الله. كيف كديروا يعني نربحوا الوقت، كنديروا ايد هكا وايد هكا. بالنسبه للكيكه غادي نحاول هكا نضيف لها شويه ديال اللوز والكركاع اللي مهرمشين. يمكن لكم تضيفوا جميع المكسرات، اللوز الكركاع كاوكاو والتمر الزبيب. راه ديجا راه كاين، غتلقاو واحد الفيديو ديالها اللي خصيصا محضره بها الكيكه، كتجي صراحه لذيذه. واخا في الاخير وقع فيها واحد البلان حتى الاخير، وغادي نقول لكم اشنو وقع لهاد الكيكه. صافي هنايا دخلتها الفران ودزت باش غادي ندلك هاد البطبوط اللي مخلطاه عير بالفينو والفورس. صافي قلت لكم العجينه هذه هي طريقتي في العجينه. لا الخبز لا كلشي كنخلطها وكنخليها على جنب، كتبدا تخمر. صافي عاد كندلكها هكذا فوق الرخامه، كيجي الخبز ولا البطبوط ولا اي حاجه يا سلام، ما كتاخذش من الوقت كيجي مفشفش كيف كنقولوا. صافي هنا من بعد ما دلكتها غندوز باش غنشكلها مباشره، ولكن فاش كنشكلها كنخليها ترتاح، عاد كنبسطها يعني عاد كنقرصها. هنايا غادا ندوز، خليت البط يرتاح، هذا نكملو في التقراص. غادا نحضر السفه. قلت لكم انا هنايا غرد السفه للعشاء. هنايا بغيت تعمدت نشارك معكم هاد لا مارك ديال السفه، ما كاين لا اشهار لا والو، غير هاد لا مارك جربتها عجبتني. موالفه كناخذ الكرام، وهاد المره جربت هادي الكنز. صراحه العطار اللي قال لي خدي هادي راه حتى هي ماركه زوينه، وصراحه صدقات رائعه احسن من الكرام. هادي سميتها الكنز، غزاله ما تتعجن ما كتكور ما والو، وكطيب كتجي رطبه حتى في الطياب. صافي هنا بالطريقه العاديه كنبسبسها بالزيت، وضعت هنا الماء في البرمه باش غنديرها تفور، وكنبسبسها بالزيت وكنديرها في الكسكاس، كنخليها تفور، كنسلقها بداك الماء اللي كتفور فيه. هنا كيف قلت لكم، هنا بالنسبه للكسكروط هو هذا البطبوط اللي طيبته هو هذا. هنايا مهم شي حاجه هكذا ديال. بالنسبه للكيكه هي دي كيف قلت لكم، انا فاش دخلتها الفران ما رديتش البال، بنتي صغيره دورات ليا الفران ما تشعلش من التحت، ما خدامش، مكاينش العافيه من التحت غير من الفوق. كنقول مالها ما بغاش تطلع، مال هاد الكيكه ما جيت نشوف لقيت الفران التحت ما شعلش، شويه تحمرات من الفوق. ايوا عاد شعلت على الفران من التحت، على جات هكاك مولفه كتجي غزاله يا سلام. المهم راه جات هي ديك طلع، راها ما طلعتش مزيان على ود كيف قلت لكم اشنو وقع فيها. وهذه السفه ديالنا العشاء، ونتمنى الله فيديونا الاعجاب ديالكم وبالتوفيق للجميع.